السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حالة كده حد بعتها لي، بس بعتها لي بقى بطريقة تانية، مش اللي هو بيسأل، لا ده هو بيقول لك هو الحكم هو الحكم لغى دي ليه؟ تمام؟ يا باشا يا باشا يا باشا، التحكيم يا باشا علم، والله علم ودراسة، والله العظيم زي أي حاجة في الدنيا، زي مجالك كده. أنت لو شغال في مصنع بتعمل أي حاجة بتيجي تقول لك محدش بيقف على يعرف يقف على مش عارف إيه غيره ولا المكنة. فاحنا تعبنا والله. هو الكابتن احمد جمال طبعا حكم كبير، حكم دولي. هو اخطا في حاجه بسيطه جدا، ان هو رجع للفار في الهدف ده، وما عادوش يعني ما خدش القرار من الاول، رجع له. هو ده اللي عمل المشكله، هو ده اللي عمل الضجه. طب هو اخطا من ايه في حاجه زي كده؟ اخطا من الضغوطات اللي عليهم. يا جماعه احنا بنحكم، احنا المستويات الدنيا دي، المستويات اللي اقل من الممتاز بنحكمها لحد الدرجه الرابعه، والناشئين بنشوف حاجات غير عاديه، غير عاديه. وبنحكم يعني لفرق زي ما بنقول كده استثمار، كلها فلوس يعني. وبنشوف حاجات غير عاديه في التحكيم، وده بيكلم رئيس اللجنه يقول لك ده الحكم جاي عليا ومش عارف ايه. يا جماعه الحكام بتاعت مصر محطوط عليها في كل حاجه، في كل حاجه، ماديا نفسيا اجتماعيا. بره يا جماعه الحكام ليها انديه بتتمرن فيها، ليها اشتراكات في بعض الانديه، له بعد كل ماتش بيروح يعمل ريفريش الجسم كده. يا جماعه فلوس مصر بين الدول كلها، فلوس مصر اقل فلوس للحكام. غير بقى ان كل اللي ملوش فيه بيطلع يتكلم في التحكيم. يعني مثلا اي حد مستضيف اي حد بيقول قراره في الحكم. فخلينا نشوف الحاله كده. اعملوا اشتراك يا جماعه، اكتب قرارك كده، اكتب قرارك قبل ما تعرفه. يعني هدف ليه، ولو مش هدف، يعني مش هدف ليه. وتيجي نبص بس على حاجه بسيطه كده. هنبص على بعض التعليقات كده من الهدف. بص حاجه بسيطه جدا، يعني ثلاث اربع تعليقات كده. بص بيقول له ايه محمد، بيقول له ايه الهدف سليم حكام كفته. التاني بيقول له ليه اتلغى، يعني هو اللاعب ذكي والحارس اخطا، ليه يلغوا الهدف؟ مع ان انا اهلاويه، بس بجد حكم كفته. بس ما شاء الله عليه. ليه اتلغى؟ التاني بيقول له ليه اتلغى. بص بقى اللي بيفهمه ليه اتلغى. بيقول له مسك الحارس من الفانيلا، عشان مسك الحارس يعني هو يعني هي فاول اصلا. بس ممكن في اوروبا الفار اصلا ما يهتمش بيها وتتحسب، هو الحارس مهمل فعلا. طب هو ما يعرفش ان بروتوكول الفار ده هو بيبقى على كل واحد، يعني على اوروبا زي البدرشين زي القليوبيه زي طوخ زي اي حته في العالم. هو في دماغه كده. في واحد تحت عايز يفهمه، بس يعني بلغه عاميه مش عارف يوصله قوي. بيقول له الكره ما دام ضربه مرمى او تصدي، فهو بيحاول، يعني هو تحس عنده المعلومه ان لا هو الحارس ان الكره دي بتاعته يعني، بس مش عارف يقولها ازاي. فدي بعض التعليقات. بص على النص اهو بقى. بص بيقول ايه ده كان، بيقول لك يعتبر حارس المرمى مسيطر على الكره بيديه عندما ايه تكون الكره بين يديه او اي سطح. يعني الكره تكون هو ماسكها كده او بين يديه او اي سطح، يعني الكره اهي وهو حاطط ايديه كده على الارض او ايديه على جسمه، يعني عامل كده الكره على جسمه او ايديه على ايه، على الارض كده هو مسيطر. تمام. بيقول لك يمسك الكره بيديه الممدوده المفتوحه، يعني ايده مفتوحه كده. تمام. ايده مفتوحه اهي وهو ماسك. طيب ينطط الكره على الارض او رميها في الهواء، يعني بينطط كده او بيرفعها لفوق. يعني هو لو بيرفع لفوق كده ما ينفعش انت تيجي تحط دماغك او رجلك او لا، هو بينططها في الارض. كل ده هو مسيطر على الكره، لا يجوز منافسه حارس المرمى، لا يجوز، خلاص مفيش كلام. ده النص. الحارس عمل ايه؟ اهو. هنرجع تاني كده. قرار سليم يا جماعه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ يا جماعه الكره دراسه، الكره علم برضه. الكره سواء علم سواء تدريب او سواء لعب او سواء تحكيم. اللي انتوا بتاخدوا بقى التحكيم، اللي بتاخدوا اللعب والتدريب هم بس اللي علم. وبتيجي عن التحكيم تقولوا ايه اصلا يا عم انا لعبت كوره وفاهم. لا لا لا، لعبت كوره تاهلك انك لما تكون حكم يكون عندك سنس لعب الكوره. يعني ايه؟ يعني مثلا انا في بعض التحركات بتحرك لها اخد سبرنت، وفي حاجات ببقى برجع ليها. ليه؟ بحس من ان انا عشان لعبت كوره ان الكوره دي لما تعمل بند هنا لا هتروح للحارس على طول، ان الكوره دي ممكن ما تطلعش، ان الكوره دي ممكن يكون ليها، ممكن تعمل هجمه. ممكن. فهي بتديك الحته دي، الميزه دي. لكن ما تخلكش حكم. لا لا، وانت حكم تخليك مميز في الحته دي، ان عندك زي ما بتقول حس اللعب، يعني عندك حته كده سنس انك بتلعب كوره. لكن يا جماعه ارحمونا بالله عليكم، ارحمونا، احنا بنعاني. افتكروا الكلام اللي بيسافر من محطه رمسيس ما اعرفش قعدوا يحفروا في رصيف واحد ورصيف اثنين، قلنا يمكن هيعملوا اجهزه الكترونيه، لقيت زارعين عواميد حديد وبعدين موصلينها ببعض زي التندة.